عيد. كل سنة وانتم طيبين، عيد سعيد عليكم وعلينا، وصلى على الحبيب قلبك يطيب. والعيد جه معاك جديد واخبار تفرح كل الاهلاوية في الوطن العربي. دون خصم نقاط بنهاية الموسم، قرارات الرابطة الأندية بشأن مباراة الأهلي والزمالك، والقرار ده نهائي ردا على قرار بيانات الزمالك وبيراميدز، وقال لك إن إحنا أطراف. الرابطة قالت القرارات نهائي ومفيش سلطة أعلى. أعلنت رابطة الأندية المصرية اعتماد فوز الزمالك على الأهلي 3-0 نتيجة عدم لعبه المباراة لعدم حضور حكام أجانب لحساب أجنبية. وزارة الرياضة قررتها باعتماد خسارة الأهلي ودون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم. وجاء البيان كالتالي: إيمان إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية وفقا لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة 63 فرع 2 من لائحة مسابقة الدوري النايل للموسم 24-25، نظرا لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدوري خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية ب5 أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى. وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستخدام حكام أجانب لضيق الوقت، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما واللائحة دي غير لائحة السنة اللي فاتت اللي الزمالك اتغرم عليها 6 نقاط، وموقف الأهلي غير موقف الزمالك. الزمالك بعت وقال أنا مش لاعب، أنا متسحب، أنا لازم تلعبوا الماتش، الفرقة التانية تلعب وأنا هلعب. كان موقف كده سخيف يعني. كمان النادي الأهلي السنة دي لما تضمنته شكوى لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من المباراة، غير الزمالك. الزمالك قال أنا هنسحب أصلا ومش لاعب لما تلعبوا، شغلة صغيرة يعني. بل حاول البحث على المزيد من العدالة لكافة الأطراف. الأهلي كان عايز إيه؟ عدالة عشان حكام أجانب. وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى، فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم 50 والصادر في 15/3/25 كالتالي: اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزا 3-0 وفقا للمادة 4-17 من لائحة المسابقة. تحمل الغرامات المالية وفقا لما جاء في المادة 8 من لائحة المسابقة. تمام. البند 36(2) اللي هو اعتمد عليه: يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوى القاهرة أو الظروف الطارئة. القوى القاهرة يا بيراميدز إن هي 5 أيام ومفيش أجانب، مش هيعرفوا يجيبوا حكام أجانب. هي بالنسبة لهم هم قوة قاهرة، لكن بالنسبة لوزير الشباب مش قوة قاهرة، لكن هم ما عرفوش يجيبوا حكام أجانب. يبقى بالنسبة لهم يا بيراميدز عشان نفهم ونعي، القوة القاهرة هي ان هم ما قدروش يجيبوا حكام اجانب، يبقى هي قهرتهم. ليه؟ عشان هي قوة قاهرة، ان هم من خلال 5 ايام ما قدروش يجيبوا حكام اجانب، يبقى هم ايه الغلط عندهم. وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة، ولا يجوز الاعتراض عليها او استئنافها امام اي من الجهات القضائية او التحكيمية. ماشي. يعني قافلة وضمنة يعني. البند 4-17: في حالة تأخر وصول الفريق عن الموعد المحدد لبداية المباراة، يمنح حكم المباراة مهلة لمدة 15 دقيقة، وفي حالة عدم وصوله بعد نهاية تلك المدة يقوم حكام المباراة بإنهاء المباراة وتم اعتبار الفريق فائزا 3-0. هو الزمالك خسر 3-0 اللي جاب الاجوان شيكابالا. ماشي. 8 ولا ناصر منسي عشان يبقى هداف ده، بس ناصر منسي كان مصاب صحيح، مش كان في الفريق اصلا. اذا 8-17 بقى: اذا اعتبر فريقا منسحبا من المباراه
واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات إذا اعتبر ده إذا اعتبر فريق المنسحب. الأهلي مش انسحب، الأهلي قال هات حكام أجانب، والقوى القاهرة ما خلتهمش يجيبوا، ما خلتش الرابطة تجيب والاتحاد الكورة، قوة قاهرة عليهم يعني. واستكمل المسابقة يتم توقيع الغرامات المالية وفقا للائحة المخالفات والعقوبات والنظام لضبط الجودة، مع اعتبار نتيجة المباراة المنسحب فيها مهزوم 3-0، بالإضافة إلى خصم عدد 3 نقاط بخلاف المباراة التي اعتبر فيها مهزوم. ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة مع معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، ويتحمل النادي الخسائر نتيجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات قبل الانسحاب بناء مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق. ونشبت أزمة في الكرة المصرية بسبب انسحاب الأهلي وعدم حضوره مباراة القمة ضد الزمالك في أولى جولات المرحلة النهائية في الدوري المصري. وأطلق محمود زكي حكم المواجهة صافرة للنهاية بعد 20 دقيقة، وحدد الأهلي بعد الاستكمال، وأصدر بيان الأهلي وارتفع صيت الزمالك كذا. يبقى الأهلي بقى يا جماعة دلوقتي مش معتبر منسحب، هو القوى القاهرة اللي خلت الماتش ما يتلعبش. ليه؟ إن هي الرابطة كانت بعتت جواب بتقول إن هما عايزين 3 حكام أجانب لمباراة الأهلي والزمالك وبيراميدز والأهلي وبيراميدز، ماشي. فبالتالي القوى القاهرة اللي هي ما خلتش الرابطة والاتحاد الدولي في خلال 5 أيام مدة قصيرة إن هم ما عرفوش يجيبوا حكام أجانب، هي اللي قالت دون تحقيق طلبات الرابطة اللي هم كتبوها. فبالتالي ما فيش بقى خصم 3 نقاط في نهاية المدة. الأهلي بقى أعلن بعد الخبر العظيم ده اللي هو ليلة العيد أنستينا، الأهلي يعلن استكمال مشواره في الدوري. طيب يا جماعة، أعلن الأهلي استمرار مشاركته في الدوري العقبة الزار رابطة الأندية قراراتها النهائية بشأن مباراة القمة. شهد الأهلي في بيان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه. تمام. طالع النادي الأهلي، جاء بيان الأهلي بقى الوارد من رابطة الأندية المحترفة إذا كشف كل الحقائق، وجاء فيه أن النادي الأهلي لم يتعمد إثارة أزمة ولم يهدف للانسحاب من مباراة القمة، وأنه كان يبحث عن الزيد في العدالة لكل الأطراف بما تكفله اللوائح، ومدعوما بالمستندات التي تقدم بها إلى كافة الجهات المعنية، وإزاء يقين النادي الثابت منذ اللحظة الأولى أن الهدف هو الصالح العام للمنظومة الكروية وتحقيق عدالة المنافسة، حتى وإن كلفه ذلك بعض الخسائر اللي هي المالية اللي هو هيدفع بقى على المدى القصير. فإن النادي الأهلي مستمر في منافساته واتخاذ ما يلزم من إجراءات مشروعة للحفاظ على حقوقه والمساهمة في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، أو يتم تدارك مثل هذه الأخطاء القهرية أو القاهرة، ماشي، من جانب القائمين على شؤون اللعب، دون خصم 3 نقاط. طبعا بيراميدز بقى والزمالك يعني الدنيا شعشعت في النار. توجد ازدواجية، ده كلام بيراميدز، في تطبيق اللوائح. اقروا اللوائح يا جماعة، اتلوا اللوائح. بيراميدز يهاجم رابطة الأندية بسبب قراراتها بشأن القمة. ركز في ايه؟ في ماتش الأهلي يوم 12/4 عشان هتتغلب 3-0 ماشي يا بيراميدز. تمام. يلا أسيوطي سابقا. هاجم نادي بيراميدز في بيان قرارات رابطة الأندية بشأن العقوبات. حاشر نفسه ليه؟ السيد حاشر نفسه، ماشي. ركز في ماتشك، اللي يحشر نفسه الزمالك. انت بقى عشان مش هيتخصم 3 نقط خلاص، المباراة نهائية انتهت خلاص. بخصوص بيان بيراميدز بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك وداخل بين البصرة وإشارتها، والخاصة بقرار رابطة الأندية بعدم خصم 3 نقاط عن النادي الأهلي المنشور على الموقع الرسمي للرابطة. لكن أنه في حال عدم خصم 3 نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم، فإن هذا شكل دليلا واضحا على عدم معاملة الأندية بطريقة عادلة. وانت الحكام اللي بتحكم لك ضربات جزاء، ماشي، وفاولات بره ال18، واللاعب يضرب بالكوع مش يطرد، يعني هو ده عادي يعني.
حتى يتم تطبيق اللائحة للعام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ يا باشا. اللائحة غير اللائحة، والزمالك قال ان انا منسحب، انا مش لاعب، انا مش عايز العب. الاهلي قال مش الأهلي هلعب لو انتوا جبتوا حكام اجانب زي ما انتوا قلتوا. وقلنا قلتوا هتجيبوا حكام اجانب في الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي، وقلتوا هتجيب في بيراميدز والاهلي، وقلتوا هتجيبوا في بيراميدز والزمالك. اعمل خناقه بقى مع الزمالك بقى، ما تعملش خناقه مع الاهلي. وبعدين اكسب الاهلي، ما تكسب الاهلي الماتش الجاي وتحتاج خصم 3 نقاط ولا بتاع. خليك كده جامد، ولا انت مش جامد؟ لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق اللوائح على أحد ولا تطبق على غيره؟ لا، ده انتوا اللي بتطبخوا لكم كل حاجة. زي ما طلع إيهاب الكومي قال وفضح الدنيا واشتكيتوه، وقال لك الدوري موجه لبيراميدز. هذا مساوي دليل واضح على عدم التطبيق. لا، في عدالة، بس انتوا بتشوفوها من منظور بيراميدزاوي. أعلن فوز الأهلي خلاص واعتماد إيه 3 نقاط للزمالك، وعدم أو دون خصم 3 نقاط آخر الموسم. طيب، مصدر في الرابطة في اعتراض الزمالك وبيراميدز: القرار نهائي ولا توجد سلطة أعلى. يعني إيه؟ قفلت الضمنة والدنيا خلصت كمان، وانتوا كنتوا قاعدين بقى مبسوطين ومتشافين في الأهلي، لكن بقى إيه؟ الأهلي صبر ونالع. كشف مصدر من رابطة الأندية المحترفة عن موقف قرار تعديل عقوبة أزمة وضع القمة ضد ذا اعتراض نادي الزمالك ونادي بيراميدز الأهرام سابقا، أو اسمه إيه ده السوت سابقا. وقال المصدر في الصحافة: قرار نهائي ولا يمكن تغييره، لا توجد جهة تحكيمية أعلى، لأنه قرار مجلس إدارة الرابطة وليس من إدارة المسابقات. وهدد الزمالك باللجوء للجهات المعنية وداخل وخارج مصر. ماشي، هيروح اسم الشرطة بتاعت الأزبكية يشتكي الأهلي إن هو ما راحش الماتش، ولا مش عارفين هيروح فين. بينما قال مصدر من بيراميدز إن النادي سيقوم بشكوى أمام لجنة التظلمات باتحاد الكرة. ماشي، وانتوا دخلكوا إيه أصلا في الموضوع؟ ثم سيتجه للمحكمة الرياضية. أقول لك هذا أمر داخلي وتم البت فيه وانتهى، ويستند قرار الرابطة إلى البند الذي جاء نصه، قلنا قبل كده. وهذه قرارات نهائية وباتة، ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية. فلموا الدور، ماشي، وفروا فلوسكم عشان وهتخسروا الماتش وهتخسروا الدوري يا بيراميدزاوي وانتوا والزمالك. طيب، الزمالك برضو ايه بيقول؟ الزمالك يرفض تعديل عقوبات الرابطة. ما كنتوش بتقولوا من كام يوم من الرابطة ومش الرابطة والقرارات، ومش كنتوا معاهم من كام يوم؟ ولا انتوا القرارات على هواكوا تسكتوا، والقرارات مش على هواكوا ايه تطلعوا بقى ايه تردحوا حول مكشوفة وماشي؟ ايه الكلام ده؟ ماشي، اعقلوا كلامكم برضو، معلش، مش هي كلام يتقال. أصدر نادي الزمالك بيانا رسميا يرفض من خلاله تغيير عقوبات رابطة. يا جماعة، ما هو الرابطة لها مسلسل، يعني تسلسل، تمام؟ هما الأهلي يقدم، وبعد كده جاب مساندات جديدة وقدم. هو انتوا القرار يمشي على مزاجكم وعلى هواكم يعجبكم، ولما يمشيش على مزاجكم ولا هواكم ما يعجبكوش، ما ينفعش كده. مش تبقى عامل زي الست اللي هي الغضبانة اللي عايزة كلامها هو اللي يمشي. ما ينفعش كده، وتبقى هي ايه واخده المشكله على دماغها من صاصها راسها، وهي اللي راكبه دماغها وهي اللي غلطانه. فما ينفعش كده، ما تعملوش ازمه بدون لازمه. واوضح الزمالك انه سيصعد الامر مع الجهات المعنيه داخل وخارج مصر بعد قرار الرابطه بالغاء خصم النقاط الثلاث من رصيد الاهلي. بقول لك اللائحه هي لقيت كده، في ورق، اقروا اللائحه، اتلوا اللائحه. موقفكم انتوا كان صريح، انتوا اللي قلتوا ان احنا مش لاعبين الا لما يلعبوا، مش لاعبين الا لما نتنيق. ما هو الكلام ده انتوا بقى ايه تبقوا تعقلوا بقى. يؤكد مجلس إدارة الزمالك برئاسة اللواء حسين لبيب المحترم رفضها القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفات. يبقى هو مكشوفة، تمام يا سيادة اللواء، عشان دي لوائح وقوانين مفروض تخلي المستشار القانوني عند حضرتك يشوف القانون بتاع اللائحة الجديدة، هو تلاقي ايه ياخد باله بس. وأعلنت عنها رابطة الأندية من سنة مختلفة بخصوص الأحداث.
صح، حبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11/3. واعتماد الزمالك فائزا، مبروك 3-0 لشيكابالا، هو اللي جاب 3 جوان. ماشي. وبعدين ايه الكلام بقى، قال لك بقى المشهد الفوضوي والعبث انه لن يقبل ضياع حقوق النادي باي شكل. انتوا خدتوا 3 نقط، انتوا عايزين ايه؟ ما انتوا خدتوا 3 نقط، يعني انتوا خدتوا 3 نقط. الاهلي يتخصم منه 3 نقط في اخر الموسم، ده القانون واللائحه بتقول لا، عشان القوى القاهره اللي انتوا كسبتوا بقى الماتش ان هو ايه، ما جاش حكام اجانب، يعني انتوا خدتوا حقكم. مش عارف انتوا لا تجزئوا الموضوع ده عشان يبقى ايه ليكوا، يعني ما ينفعش يعني. وبيراميدز قال لك ان احنا طرف في الازمه ومش عارف ايه. وهنا قوى القاهره هنشرحها تاني. قوى القاهره دي ان هو 5 ايام، ان هو الرابطه والاتحاد ما قدروش يجيبوا، هم قهرتهم ال5 ايام فما قدروش او لم يستطيعوا او لن يستطيعوا او ان هم يجيبوا حكام اجانب. هي دي اللي قهرتهم، مش احنا والله. فهمتوا؟ طيب في بقى العميد كان ظهر مع رامز جلال في رامز إيلون مصر وايه، وطلع قال ايه يعني، خدوا نص الكلام رامز وطلع نص الكلام، ما طلعش الكلام كله، ولبس العميد في الحيط. قال لك ايه، عايز ايه زيزو لو راح الاهلي هيبقى جيد. طب ما هو زيزو لو راح الاهلي هيبقى جيد صحيح. طب ما هو زيزو طول ما هو في الزمالك جيد برضه، ده كلام عادي. يعني ايه المشكله لو راح زيزو الاهلي هيبقى جيد؟ هو ده كلام اي حد هيقوله، ايه المشكله؟ لو جابوا زيزو نفسه وابوه قالوا له لو انت رحت الاهلي هتبقى جيد ولا لا؟ طبعا هيبقى جيد. ليه؟ زيزو هيلعب في كاس العالم للانديه، مش هيلعب في كاس العاصمه اللي هم طلعوا منه. ما ينفعش كده، يعني ده كلام منطقي يعني يدخل العقل عادي. بس هنا بريده برضو ما عجبوش، واتحاد الكره قال لك يمنع الظهور الاعلامي ليه لحسام حسن والناس اللي عاملين مش اتحاد الكره الا بشروط يعني. قرار رسمي منع جميع العاملين والاجهزه الفنيه واللجان داخل اتحاد الكره الظهور في صالح الا بعد الحصول على موافقه كتابيه مسبقه. يعني ما اجي اما رامز يقول لي تعالى اعمل فيك مقلب وانا ما اعرفش ان هو مقلب، اروح ما انا متصل ولا كاتب ورقه مكتوبه واجيب ختم من الاتحاد عليها ان انا مش طالع الا لما هم يوافقوا ان انا اطلع في برنامج كوميدي في رمضان يعني. وبالتالي لما يسالوني زيزو هيروح فين ولا فين، اقول زيزو لازم يفضل في الزمالك. ما زيزو نفسه ابوه طلع من كام يوم ماشي وقال ان زيزو مضى للاهلي و4 سنين. تمام. جت على العميد يعني ان هو ابوه اللي هو وكيل اعماله قال ان هو الراجل مضى للاهلي، ومستنيين الزمالك ماشي يمضيه زي الاهلي عشان يرفض. هيقول للاهلي شكرا معلش انا اسف الزمالك مضاني اعلى منكم. فما هو الاهلي مش هيزعل زي ما شيكابالا مضى زمان وراح اتمرن وبعد كده قالوا له ارجع في كلامك، رجع. ما هو شيكابالا راح اتمرن في الاهلي يا جماعه من زمان وانا انتوا نسيتوا معلش. يكشف في عقوبات بقى ماليه منتظره على الاهلي بقى بشان لازم بطوله القمه. طبعا الاهلي هيطبق هيدفع اللي عليه، مفيش مشكله. رابطه الانديه بتوقيع العقوبات الماليه واعتبار الاهلي خسارا من ازمه بطوله القمه. فكان العقوبات قد ايه بقى المتوقعه؟ 180 مليون جنيه نتيجه الانسحاب. 180 مليون جنيه هيدفعهم الاهلي يا زمالك. 180 مليون هيندفعوا عشان الاعلانات ومش اعلانات كفايه، و3 نقط وكسبتوها يعني خلاص بقى. ولا انتوا عايزين تاخدوا ال 180 مليون جنيه انتوا؟ لا هيروحوا بقى الاعلانات والناس دي. في قانون في البلد، في قانون في البلد. يلا يا جماعه كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وعيد سعيد جميل جدا على الاهلي. يلعب ماتش بكره وهو مبسوط ضد الهلال ان شاء الله. هنشوف ماتشات بكره والنتائج الامس. يعني الواد مرموش معلش نزل اول كوره اول لمسه جون، وجونه ولا اروع ماشي.
خلى فريقه يكسب 2-1 بورتسموث في كاس الاتحاد الانجليزي. برشلونه امبارح كسب جيرونا 4-1 والانتر كسب اودينيزي 2-1. طيب نابولي كسب ميلان 2-1 في الدوري الايطالي. استون فيلا في كاس العالم كسب بريستون 3-0. طبعا استون فيلا المحمدي حبايبنا مسك منصب هناك جامد. فيورنتينا واتلانتا 1-0. اياكس كسب اندهوفن 2-0. ريال بيتيس كسب اشبيليه 2-1. فاينورد اللي كان بيلعب فيه شريف اكرامي وحسام غالي كسب جوهد ايجلز 3-2. معرفش ميدو لعب في فاينورد ممكن ولا ايه مش فاكر والله. نانت اتغلب 3-2 من لوهافر مصطفى محمد. النهارده بقى في دوري الايطالي فيرونا وبارما ولاتس وتورنتو. طبعا 6:30 الاول ولاتس وتورنتو 9:15. سيلتا فيجو في الدوري الاسباني ولاس بالما الساعه 9. إبسبور وبشك شهير ده في الدوري التركي الساعه 7. طبعا ده منتخب مصر الشباب بتاعت 17 هيلعب النهارده برضه تقريبا الساعه 10 كده. ماشي وكل سنه وانتوا طيبين. والاسماعيلي يمدد عقد نادر فرج وعبد الكريم مصطفى. تمام. كل سنه وانتم طيبين وصلوا على حبيب قلبك الطيب والعيد فرحه على الاهلي وكل الاهلاويه وان شاء الله بكره نكسب الهلال باذن الله. يعني مكسب جامد 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 ان شاء الله تعالى. صلى على الحبيب قلبك يطيب.